كيكة الطاسة كيكة لذيذة وسهلة، تبان ان هي معقدة، بس هي في الحقيقة من اسهل انواع الحلويات، واجمل ما فيها انها شبه كيكة السوبر ماركت. عارفين التوتة والكيكة الصغيرة اللي كانت اعلاناتها مجرقة التلفزيون؟ هي دي بالفعل التوتو. من كتر حبي فيها عملتها في البيت. كيكة الكبار والصغيرين بيحبوها، كيكة طرية جدا وطعمها رائع. انا اول ما عملتها حطيتها في علبة، والولاد فعلا اقتنعوا انها من السوبر ماركت، وكل اللي جربها من ايدي ما صدقش ابدا انها معمولة في البيت. وهنا دعوة مني في الفيديو ده انك تحاولي تعملي كل حاجة في البيت، وتحاولي تبعدي عن حاجات اللي هي فيها مواد حافظة ومن بره، وتخلي كل حاجتك معمولة في البيت، حتى الحلويات البسيطة اللي زي التوتاو اللي في الفيديو دي. يلا بينا نشوف عملنا التوتاو العظيمة دي ازاي. بس قبل ما ابدأ الفيديو، اللي ما يعرفنيش، انا الدكتورة سمسمة، ودي قناتي، قناة صحة وجمال وطبخ، واللي بقدم لكم فيها سلسلة حلقات متتالية عن الصحة ووصفات للجمال والطبخ المبتدئين. ويلا بينا نبدأ بسرعة. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك. مقادير وصفتنا النهاردة عبارة عن 3 بيضات حطيتهم في الخلاط، كوب إلا ربع من السكر، ربع معلقة صغيرة من الملح، فانيليا، وضربتهم في الخلاط على سرعة بسيطة لحد ما امتزجوا زي ما انتوا شايفين. وابتديت احط عليهم المكونات الجافة، عبارة عن كوب وربع من الدقيق او الطحين، معلقتين كبار ونص من الكاكاو الاسباني، معلقة صغيرة من الخل، معلقة من البيكنج باودر، معلقتين من الزيت. وضربتهم كويس في الخلاط، بس ما ابالغش في الضرب، علشان انا عايزه قوام معين اللي انت شايفاه قدامك دلوقتي. القوام ده هو المطلوب. جبت ازازه، وهي دي التركايه في وصفتنا النهارده، وعملت في الغطا فتحه كده بمسمار، سخنته على النار علشان انزل منه الخليط واتحكم في كميه الخليط اللي نازله على الطاسه. قفلتها كويس. جبت طاسه، لازم طبعا طاسة تيفال او الطاسات اللي هي واخدة طبقة، ما ينفعش طاسة الومنيوم او ستانلس، هتبوظ معانا في الوصفة دي. وابتديت انزل بشكل بحيث ان انا اظبط كل المقاس بتاع الكيكة مقاس واحد، لاني هبتدي اضم كل طبقتين على بعض. عايزة اقول لكم ان المفروض الطاسة بتسخنيها، تدهنيها مادة دهنية بسيطة جدا. اهم حاجة ان النار تبقى هادية جدا جدا، لانها لو عليت هتبوظ منك خالص. وابتديت انزل واحاول اظبط. انا عملت معاكم اكتر من مرة علشان تشوفي هي قد ايه سهلة، وكل مرة بتتظبط اكتر من المرة اللي قبليها. شايفين طالعة طرية وهشة وجميلة ازاي؟ المفروض ان انتي بتهدي النار زي ما قلتلك، وتحاولي تظبطي المقاس. انتي اللي بتتحكمي في الخليط اللي نازل. امتى اعرف انها استوت؟ شايفين الفتحات الهواء اللي بتبقى موجودة دي؟ اول ما الفتحات او سطح الكيكة يبقى مسامي كده وفي فتحات، هو ده الدليل ان هي استوت. متاخدش وقت خالص، يدوب دقيقتين هنا ودقيقتين هنا، بس لازم تغطي عليها طبعا. عايزه اقول لكم هي بتطلع لذيذه جدا لدرجه انك ممكن تاكليها اصلا وهي نيه كده، يعني وهي كده بدون اي تغليف من الشوكولا. جبت بقى شوكولا بيضه زي ما انتم شايفين كده خام، اخدت منها 150 جرام، حطيت عليهم معلقتين من اللبن الحليب ومعلقتين من الزيت. وجبت في نفس الوقت شوكولا خام اللي هي الدارك او السودا زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليها معلقتين زيت زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت الاتنين في حمام مائي، وابتديت اجمع الكمية كلها
اللي انا عملتها من الكيكة. حطيت الشوكولاته البيضة في كيس، طبعا ده كيس تلاجة مش كيس حلواني. وابتديت احشي بيها كل طبقتين من الكيكة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا يعني هي بتتحدث عن نفسها. جبت الشوكولاته السوداء او الغامقة وابتديت اغلف بيها الكيكة بتاعتي بشوكة زي ما انتوا شايفين ومعلقة كده، وابتديت احاول اظبط السطح وحطيتها على صينية فيها ورقة زبدة. بمجرد ما الشوكولاتة دي هتمسك، طبعا احنا كنا في الشتاء فالشوكولاتة بتمسك بسرعة، بمجرد ما الشوكولاتة هتمسك هتطلع معاكي من ورقة الزبدة بسهولة جدا، ما تقلقيش. وابتديت ارصها زي ما انتوا شايفين. عايزة اقولك انه في خلال ما انتي شغالة لو الشوكولاتة بتاعتك اللي بتعملي بيها التغليف مسكت شوية، ترجعي تحطيها تاني في حمام مائي. يعني انا في البداية حطيت الشوكولاتة البيضة والسوداء في حمام مائي، هنا مسكت معايا بسرعة. ابتديت اعمل الجناش بقى. جبت فورماسيل زي ما انتوا شايفين، وجبت كيس صغير وحطيت فيه من الشوكولاتة اللي انا كنت بعمل بيها التغليف، وابتديت اعمل خطوط كده بشكل جمالي. طبعا دي ترجع لذوقك انتي، ممكن تعملي الخطوط دي بالشوكولاته البيضاء، ممكن تعملي شكل اخر للخطوط، ممكن تسيبيها كده ساده، ده طبعا يرجع ليكي. ولما عملت الخطوط دي قبل طبعا ما تمسك وتنشف، ابتديت اعمل الجناش التاني بالفورماسيل زي ما انتوا شايفين. وهنا طبعا بنوتي اصرت ان هي تعمل معايا، فانا كأم ما قدرتش ارفض طلبها طبعا. ودي كانت النتيجة بتاعة التاوتاو العظيمة. وصفة سهلة وبسيطة جدا. اوعي تترددي في انك تعمليها، لان الولاد هيحبوها جدا والكبار كمان هيحبوها. شايفين قد ايه جميلة وتبان بروفيشنال حتى لو انتي بتعمليها لأول مرة. شايفين بقى من جوه الطراوة. طبعا السكنس بتاع التاوتاو دي بيرجع ليكي انتي، لو حابة السكنس يبقى اقل او السمك اقل بتنزلي كمية قليلة من الخليط في الطاسة عشان تديكي سمك اقل، بس انا كنت حابة ان هي تبقى عريضة كده. ودي كانت النتيجة مبهرة، صدقوني طعمها رائع اكتر من رائع، خلصت بسرعة في نفس اليوم. لو وصلتي للمرحلة دي من الفيديو اعملي لايك وكومنت، لان ده اكيد بيساعدني جدا. ولو لسه مشتركتيش في القناة اعملي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وشير عشان انتي تستفيدي وغيرك يستفيد. خلصت حلقتي، ليكم مني ارق التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.